يا جماعة القصة دي حقيقية وأنا عايز أقولها لكم بكل تفاصيلها عشان لو حد عنده حاجة زي كده يبقى يعرف يتصرف. ده قديما كانت بتقعد تحكي، بس دي حصلت معايا أنا شخصيا، وصدقوني اللي حصل ده مخوف ومش هنساه طول عمري. كان يوم من أيام الشتاء، الجو كان برد جدا، وكنت نايم لوحدي في أوضتي الصغيرة اللي كانت في الدور العلوي من البيت. كنت مرهق جدا وكنت بحلم بالنوم العميق، بس اللي حصل غير كل ده. في نص الليل حسيت إن في حاجة غريبة، إن في صوت بيجي من تحت السرير. أصلا كنت سايب السرير مكشوف وما كانش في حاجة تحت السرير غير الفرشة، بس كان في صوت غريب، كأنه حد بيهزر أو بيعمل حاجة. بس الصوت ده كان مخيف جدا، مش طبيعي. حاولت أقاوم وأقول لنفسي ده واحد عادي، بس الصوت زاد، بدأ يطلع بصوت أعلى وأقرب، كأنه حد بيحرك حاجة أو بيحاول يطلع من تحت السرير. قمت فجأة وقلبي كان بيضرب بسرعة، وبصعوبة قدرت أروح ناحية المصباح وأولع النور. لما عديت من قدام السرير لقيت السرير فاضي، ما فيهوش حاجة، بس اللي كان غريب إن الصوت لسه موجود، لكن شكله بدأ يخف. حطيت إيدي على الحيط وكنت أقول في نفسي ده وهام، ده تخيل. بس فجأة حسيت إن في حاجة بتميل من تحت السرير، وأصوات الخطوات بتقرب، والدم بيبدأ يجري في عروقي. حاولت أطلع من الأوضة بسرعة، وكنت خايف جدا، وكل ما أطلع الصوت بيزيد وكأنه حد بيحاول يوقفني. وفي اللحظة دي سمعت صوت نفس غريب، صوت مش إنسان، صوت مخيف جدا كأنه ناي أو صفير وبيطلع من تحت السرير. لكن مع الصوت ده بدأت أسمع كمان خطوات ببطء، كأنه حد بيتحرك ببطء شديد، وكل خطوة كانت بتقرب أكتر. حاولت أفتح باب الأوضة، بس حسيت إن في حاجة أوقفتني، كأنه حد ماسك رجلي من تحت السرير. أول ما حاولت أتحرك لقيت حاجة بتمسكني من رجلي، كانت باردة جدا وملمسها مش طبيعي، كأنه جلد متهري أو شيء غير معروف. بدأت أصرخ وأحاول أتحرر، لكن قوة غريبة كانت ماسكة رجلي وبتشدها. وكان الصوت اللي بيطلع من تحت السرير عالي جدا وخيف، مش قادر أصفه لكم. وفي اللحظة دي سمعت صوت بيقول بصوت مكتوم: مش هسيبك، هفضل معاك دايما. صوت ده كان مخيف جدا، حسيت كأنه جاي من عالم تاني وإني مش قادر أتحكم في نفسي. حاولت أصرخ أطلب النجدة، لكن صوتي كان مقفول وكنت حاسس إني هتختنق. فجأة الدنيا اتغيرت، الصوت بدأ يختفي، الشيء اللي ماسكني بدأ يخف، وبدأت أتحرر من رجلي وقع